لما يطلع ترامب بمنتهى الاستفزاز كده ويقول لك ان احنا بنحاول تدمير قدرات ايران الصاروخيه المش عارف ايه هو انت بتعمل كل ده ليه يا معلم؟ بيعمل كل ده عشان خاطر فقط اسرائيل؟ الله، هو احنا مش واخدين بالنا ان ترامب لسه واخد من كام شهر ارقام تريليونات من الخليج، ارقام فلكيه خرافيه خزعبليه عشان اقتصاد وعشان تسليح وعشان كل ده المعلم باعه وقت لما اسرائيل كانت قاعده حست ان هي مش مبسوطه من ايران، متضايقه، فلا انا عايزه ادمر صواريخ ايران دي عشان ما تطولنيش. فيعمل كل ده ترامب تحقيقا لاوامر اسرائيل ويبيع الخليج البيعه دي كلها. انا مش بقول هنا ان انا شمتان في الخليج نهائي، طبعا الخليج دول اخواتنا، ولكن الامر ان احنا هل هيبقى في دروس مستفاده من اللي بيحصل ده؟ ترامب في اول بيعه باع الخليج والفلوس اللي خدها من الخليج والتريليونات عشان ينفذ اوامر لاسرائيل. ايران احنا كعرب ما عندناش معاها مشاكل كبيره عشان يحصل كل اللي بيحصل ده فينا، ويبقى عندنا المدن العربية الخليجية فيها دمار وفيها قنابل بتنزل عليها. يا رب اللي بيحصل ده نستفيد منه درس مهم، ان احنا كعرب ملناش الا بعضنا كعرب.